على محور طهران وبكين وموسكو ترتسم معالم مقاربة إقليمية ودولية لحل الأزمة السورية في ظل التعاون المشترك بين تلك العواصم المؤثرة سياسيا ودبلوماسيا، والذي أكد استمراره بجدية مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. يضاف إليه تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، فالرجل قد أكد على اتصالات تجريها بلاده مع الجهات المعنية لتحديد موعد لمؤتمر موسكو الرامي إلى تسوية حقيقية للأزمة السورية، والحل في تقدير بوغدانوف ينطلق من الحوار السوري الداخلي. أما إبدال النظام السوري بالمعارضة فلا يمكن أن يضع حدا للأزمة، يقول نائب وزير الخارجية الروسي، وتلك رؤية تؤيدها في مساراتها خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والذي ينطلق من إفرازات الأزمة ذاتها على الأرض السورية، وبالتالي يراهن الرجل على ما أسماه تجميد الصراع الحالي، والسبيل إلى ذلك وقف إطلاق النار من قبل الأطراف المعنية بحل الأزمة السورية، وهو المخرج ذاته الذي كثيرا ما دعت إليه الحكومة السورية بإلقاء الجماعات المحاربة للدولة سلاحها من أجل حقن الدماء السورية والحفاظ على الوطن من خراب المؤامرات الخارجية. المشكلة ليس في الدولة السورية، المشكلة في المجموعات المسلحة التي لديها توجيهات وتعليمات من الخارج تمنعها من الوصول إلى اتفاق على المساهمة في أي مشروع يجنب السوريين الإرهاب والإرهابيين. أما نقطة الارتكاز الرئيسية لتجميد القتال في خطة دي ميستورا فتنطلق من مدينة حلب على وجه الخصوص، والهدف من ذلك تشجيع عمليات تمدد المناطق الآمنة، وبالتالي إفساح المجال للمساعدات الإنسانية الحكومية والدولية، كما يتيح وقف إطلاق النار في تلك المحافظة الشمالية، عزل جماعة داعش والتفرغ لاحقا لضربها في المنطقة الشرقية المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا والعراق. ومن حسنات تجميد الصراع انطلاقا من حلب وفقا لخطة المبعوث الدولي فتح آفاق للتسوية السياسية، وهنا تغيب مصطلحات كالمرحلة الانتقالية من قاموس المبادرة المتوقع طرحها على مجلس الأمن الدولي في غضون 4 أسابيع. ومن أبجديات خطة المبعوث الدولي أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لن يكون شرطا مسبقا، بل يخضع مصيره لعملية سياسية وآمنة تحت رقابة وضمانات دولية. أما مسارات الحل السياسي فتنطلق مما وصفها دي ميستورا باللامركزية مقابل توسيع الإدارات المحلية، تعقبها انتخابات محلية وأخرى برلمانية، وصولا إلى نظام برلماني وليس رئاسيا يتمتع فيه رئيس الوزراء الذي تختاره الغالبية البرلمانية بصلاحيات واسعة إلى جانب رئيس الجمهورية، والذي يتمتع بصلاحيات أيضا في النظام السياسي الجديد.